بسم الله الرحمن الرحيم. هاي البندق وثمرة البندق هرجيكم اياها كيف صارت. هاي طبعا قلنا لكم شجرة زرعناها تجربة ونجحت الحمد لله رب العالمين. شايفين هاي البندقة، راح نحوش وحدة ونرجيكم اياها. طبعا هاي البندقة آسيا، هاي البندقة طبعا هاي بتنقام. هاي قلبها طبعا ما نضجت لسه، شايفين ما شاء الله الحمد لله نجحت. كل شي بس تعطيه عناية بينجح. طبعا شجرة البندق من تلقاء نفسها، أعطيكم معلومة مهمة، من تلقاء نفسها بيكون فيها عرق مذكر، هي لحالها بتعطي عرق مذكر. هاي لقيتوا عرق المذكر، هاد عرق ذكر، هاد بتلاقيه عرق واحد سبحان الله ما له حامل ولا حبة منا وفيها، بيعطي الزهر وبيلقح كل الشجرة سبحان الله العظيم. هاي شايفين ما شاء الله ثمار ناجحة الحمد لله 100%، مع انه صاحب الارض قال لي لا تزرع ما راح تنجح. اوه ما شاء الله ما شاء الله. وانا تقريبا عناية فيها ما بعرف زيادة، بس عم نحط لها علاج نفس علاج شجر الجوز، نفسه مو اكتر، نفس علاج شجر الجوز. وهذا يمكن عرق مذكر، اي نعم عرقين مذكرين فيها. شجرة حلوة طبعا، كل ما كبرت كل ما بتعطي اكتر، كل شي بتعتني فيه بصير. شكرا لمتابعتكم، وهي شوية معلومات عن البندق، وانا وياكم سوا ان شاء الله ماشيين. انا ما عندي علم زيادة عن البندق، تجربة ونجحت. لسه في شجرتين تانيات صغار، هي كلها ثمار. لسه في شجرتين تانيات اصغر من هاي ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بكرة ان شاء الله تعالى شو بنتعلم شو بنعرف عن البندق بنحاكيكم وبنخبركم. بيقولوا البندق ما بعيش غير بالمناطق الباردة، وليكو عاش الحمد لله بالمناطق السخنة، وهلا شوب كتير درجة الحرارة هلا 35 وعايش وناجح وما أحلى. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.